يا صباح الفل يا صباح العسل، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى كده قايمين على الصبح لقينا عائلة حمد ووفاء، عائلة الجدل، عائلة الشعوذة زي ما بيقولوا، منزلين اخيرا بعد عذاب يا عيني، والناس هتتجنن عليكم بجد صراحة يعني. منزلين صورة الحمد بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، وتعليقات بقى من الناس، وكلام كتير هو كاتبه، واللي حصل كان غصب عنه، ومش عارفين ايه اللي حصل. الصورة هو نزلها وما قالش هو في ايه، هو منزل الصورة اللي هو تعبان فيها وخلاص. بس خليكم فاكرين يا جماعة ان هو كان منزل صورة قبل كده. فاكرين المقلب لما وفاء جريت وراه ساعة ما كان عامل الفرح وان هو بيتجوز عليها، كان منزل لنا صورة بالطريقة دي برضو. فيعني مش عارفين نصدقك ولا نكدبك يا عم حمدي، لا فوق بقى كده شوية وبلاش الاوفر الزيادة عن اللزوم. طبعا الكومنتات بتاعت الناس زي ما انتم شايفين كده، حبيت اطلعها لكم كده وتشوفوها. كله بيطمن عليه وكله بيسأل عليه وكله بيقول له مش مهم الفيديو يا حمدي، المهم ان انت بخير انت واولادك، مش مهم الفيديو، الف سلامة، وكل التعليقات الجميلة من الجمهور الجميل ده. يا جدع حرام عليك، بلاش تقلق الناس اكتر من كده، يعني بلاش الإثارة الزايدة عن اللزوم دي، إن زيادة عن اللزوم دي حرام يعني. يا ريت الواحد يكون عنده تمن خمس الجمهور اللي عندك. يعني شايف الناس كاتبالك ايه وانت كاتب لهم ايه بعد كده؟ كاتب لهم لو وصلت الصورة ل100,000 لايك هنزل لكم الفيديو النهاردة. يعني مسألة حياة أو موت يا جماعة. لو ما وصلتولوش الصورة ل100,000 لايك النهاردة مش هينزلوا بقى. انتظروا بقى يوم تاني ولا يوم تالت على ما ايه، ما يجيب لكم صورة تاني زي دي عشان توصلها له ايه، 100,000 لايك. فهو الموضوع تجارة يعني ولا ايه؟ مش عارفة. المهم ان هم بخير وكويسين، مفهومش اي حاجة طبعا، زي ما قلنا في الفيديو بتاع امبارح. بيصور ب12 كاميرا، بيصور ب15، اكنه بيصور فيلم اكشن. يعني فيلم اكشن هيصوروه ب12 كاميرا. وبرضه مستنيين ارائكم في التعليقات، وتقولوا لي ايه رايكم في الكلام المكتوب وال12 واللي وادعموا الفيديو بلايك وكومنت واشتراك تفعيل الجرس. بحبكم في